بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة فيديو جديد كده. طبعا بقالي كتير ما عملتش، النت عندي بعافية شويتين 13 كده فطبعا ده بيأثر يعني على التصوير بقى، الواحد بيبقاش له نفسه كده. فتعالوا عشان ما نضيعش وقت هبقى احكي لكم ده كل التفاصيل دي في الفيديو واحنا شغالين كده. انا هنا هتبل فراخ، هعملها في الفرن كده. فبشرت طماطم على بصل، طبعا مصفيتش ميه البصل خالص، سبتها زي ما هي. وحطيت علبه زبادي كده وملح وفلفل اسمر، وعصرت ليمونه كامله وشويه خل. لو عندك بابريكا حطي بقى، صويا صوص لو عندك مثلا حطي معلقتين كبار، اي حاجه من الحاجات دي. مش موجود يبقى خلاص كفايه الملح بكمون والفلفل الاسود. وكمان حطيت كيس صلصه من اللي هو بجنيه ده، هو بيجي معلقه كبيره كده او معلقتين، يعني ما عادش فيه بركه زي الاول، مش بيبقى كتير قوي يعني ولا حاجه، ممكن تحط حسب الكميه بتاعتك اللي انت عايزاها. طبعا انا منضفه الفراخ وكنت نقعاها كويس قوي عشان ما تبقاش ريحه زفاره كده، ومفتحاها بالسكينه عشان تشرب معايا التتبيله ويبقى طعمها حلو. طبعا الفراخ كل ما تعمليها بدري شويه يعني واخده راحتها كده في التتبيله هيبقى طعمها احلى واجمل. طبعا عما انت مثلا ممكن تعمليها نص ساعه ولا حاجه وتبصي تلاقيها يعني الوقت بتاعك ان انت عايزه تسويها بقى، لا يعني لما تقعد في التتبيله اكتر هتديكي طعم احلى واجمل طبعا. انا حبيت ان انا ابتدي بيها اول حاجه علشان اركنها جنبي كده وانا شغاله، وفي نفس الوقت تبقى متبله وطعمها حلو، وبتبقى طعمها جميل جدا يعني لما بتبقى متبله قبلها بفتره. كمان الملح والفلفل مش هيأثر على البصل، مش هيخلي البصل له ريحه. يعني لو قعدتها طبعا الدنيا ساقعه خالص، مش شرط احطها في التلاجة ولا حاجه، لا انا هحطها جنبي كده على الرخامه وانا شغاله، والبصل مش هيعمل ريحه خالص طبعا، يعني لان احنا دعكينه بملح وفلفل اسمر، فده مش بيخليه ان هو يعمل ريحه خالص. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا الشتاء ده شهر الخير كله يعني. الخزين لو عايزه تخزيني خضار، عايزه تخزيني بصي كفة شيء، هو الشهور دي يعني الشهور بتاعه الشتاء دي هي الشهرين 3، الشهر اللي احنا فيه ده والشهر الجاي هما دول بتوع الخزين. تخزيني فيهم كفة خضار جبن بصي وكل حاجة. فاحنا ان شاء الله برضو الفيديوهين الجايين هنعمل فيهم سمنة وهنعمل فيهم حاجات حلوة قوي. لو انت يعني من الناس اللي بتحب الحاجات دي بقى تابعينا. انا هروب 2 كيلو لبن كده هنعمل بيهم قرص. طبعا حلاوتها بقى في الايام الجميله اللي احنا فيها دي، الشتاء بقى مع كوبايه الشاي كده ما احكيلكوش. انا هروب 2 وهعين 2. وكمان جايبه جبنه بيضه كده كيلو ب35 جنيه عشان احطهم في المش. بما ان بقى ان احنا هنعمل سمنه وكده فيبقى عندنا شرش كتير وكده. وطبعا الجبنه القديمه لا غنى عنها في البيت، يعني لو انت مش عندك بتضطري تشتريها من بره. الكيلو حوالي دلوقتي ب70 جنيه او 80 جنيه متهيألي كده، ومن غير مش يعني بتاخدي القطعه كده بس من غير مش من غير حاجه. لا احنا عندنا بقى فاحنا لازم نزود. فانا جبت النهارده 3 كيلو، وقلت لو احتجت تاني ممكن ابقى اجيب 3 كيلو كمان. للجردل اللي انا عاملاه التاني ده اللي هو مفضيه فيه المش التاني ده، كنت جايبه فيه شطه وفضيت فيه شويه مش كده، فهم بس لوحدهم في جردل. فانا جبت الجبنه دي علشان احطها مع الشطه كده مع المش عشان يبقى حلو. لو احتجت تاني هبقى اجيب. طبعا انا قلت لكم كيلو ب35 الجبنه البيضه دي، وكمان الجبنه القديمه ب70 تقريبا او ب80 مش فاكره بصراحه قوي يعني. وكمان اللبن ب15.
طبعا الاسعار كلها اليومين دول يعني في الطالع، مفيش حاجة في النازل خالص. كل يوم بتشتري الحاجة بتبقى بسعر، وتاني يوم بتروحي تشتريها نفس الحاجة بتلاقيها بسعر تاني خالص، غير اللي هو اللي انت كنت جايباها من قبلها بيوم، يعني ممكن قبلها بساعة كمان يعني، ما كناش مبالغ. فربنا يسترها علينا يا رب. حتى في حاجات كتيرة جدا كانت رخيصة، يعني من كام يوم كده كنت في السوق، كان لفت نظري حاجة الأيام اللي فاتت دي والله بجد. البصل، وأنا ماشية كده في السوق، فالحاجة بتقول إيه، ال4 ب10. فلما ما لقتنيش رديت عليها ولا بصيت لها ولا كده، ايه راحت قالت طب تعالي ال5. فبتلفت بقول هو ايه يعني اللي لسه ال4 ب10 وال5 ب10 ده، هو ايه ده؟ ده حتى كيلو البرتقال ب5 جنيه، يعني هو ايه ده؟ فبتلفت لقيته البصل. طبعا أنا عندي بصل كتير الحمد لله مخزنين، واحنا من السنه اللي فاتت ما بص منه بصل ولا زرع ولا حصل له اي حاجه. الحلوين الشاطرين اللي بيتابعونا وبيعملوا زينا كده، اخبار البصل بتاعكم ايه؟ المهم اتفاجئت كده ان هو البصل، بقول لها هو البصل اللي انت بتنادي على البصل؟ قالت لي ايوه تعالي خدي ال5 كمان ب10. استغربت اوي، قلت لها والله يا حاجه انا عندي من السنه اللي فاتت. المهم بقى لسه من كام يوم، السوق ده كان امبارح، آه، اللي اكتشفت كده بسعر البصل الجديد، لقيته الكيلو وربع ب10 جنيه. الكيلو وربع مش فاكره والله الكيلو وربع ولا كيلو ونص ب10، بس هو تقريبا كان الكيلو وربع. قلت يا جماعة ايه اللي حصل ده؟ كان لسه السوق اللي قبله كانوا بينادوا ال3 ب10 وال4 ب10، ايه اللي حصل؟ قالوا لك علشان التصدير فتح والناس كلها صدرت البصل اللي كانت مخزناه. ناس كتيرة جدا كانت مخزناه على اساس ان هو هيغلى، ويبيعوه غالي، بس هو جا يعني رخص، وكانوا بيبيعوا ال4 وال5 ب10. فاتفاجئت مرة واحدة كده، وهو ده التصدير فتح والناس صدرته وغلي في السوق كده يومين، وخلاص هيبقى الكيلو ب10 جنيه و15 جنيه، ويمكن اغلى طبعا بغلو الحاجة اللي احنا بقينا بنشوفها. يعني متهيألي الغلاء الناس عايشاه كلها على مستوى على مستوى جمهورية مصر العربية كلها، كل الناس كبيرة غنية فقيرة كله عايش الغلاء اللي احنا فيه اليومين دول وشايفينه، والناس كلها اصلا مراش سيرة خالص غير الغلاء اللي الناس بتشوفه كل يوم. فاحنا نعمل ايه؟ نبقى شاطرين ومدبرين ونحاول نوفر وندبر. في ناس مش بيبقى في دماغها، بس صدقيني والله احنا كستات يعني ممكن تعملي اكل من البيت من غير ما تخرجي خالص بره، يبقى عندك كل حاجة. خزني كل حاجة، كل حاجة دلوقتي بتتخزن وبتتعمل في الفريزر، كل حاجة. توم، طماطم، يعني انا شفت ناس بتخزن بصل تقطعه تحطه في الفريزر والله، بس انا ما حبيتوش بصراحة، يعني بحس انه بيبقى له ريحة وبيغير طعم الاكل. فانا احب البصله احب اقطعها ساعه ما انا هاجي جاي اطبخ كده على طول. ممكن التوم اقطعه واخزنه في الفريزر ماشي، ما بيجراش له حاجه، في العلب اللي احنا بنخزنها، او ممكن في كيس وتبططيه كده زي الملوخيه، مثلا وتكوني على قد استعمالك تقطعي منه وهو متجمد كده ماشي تمام. بس انا برضو مش بحبه عشان الاكياس بتعمل ريحه في الفريزر، ما بحبوش. فانا بحب بالذات التوم ده اعينه في علب على طول. ان ما كانتش علب تلاجة بجيب له العلب اللي هي عارفين العلب الشفافه، اللي هي العلبه ب4 جنيه تقريبا كده، كانت ب4 يعني. بحب اللي هي الاستعمال مرة واحدة دي، خلاص استعملتها العلبة خلصت برميها، والسنة اللي بعدها لما باجي اخزن بروح جايبة علب جديد. بالذات التوم. ممكن بقية الحاجة البسلة، ممكن الحاجات دي بعينها في اكياس عادي، اكياس اللي هي بتاعت اللبن دي عادي. البسلة، القلقاس، السبانخ، ايه تاني يعني، حتى الخضرة بتتعان في الفريزر. كل حاجة قبلك دلوقتي هاتيها معاكي 5 جنيه ولا 10 جنيه في البوك، فايضين كده من شوية طلبات، فايضين من السوق من اي حاجة. 10 جنيه ملهاش اي 30 لازمة دلوقتي، ولا ال5 جنيه لها اي 30 لازمة. هاتي كيسين ملح حطيهم في الدرج، هاتي كيس مكرونة. يعني انا بعمل كده والله من زمان، يعني مش من دلوقتي. والواحد عرف قيمة الحاجات دي دلوقتي يعني. لما ببقى عايزة الحاجة وابص الاقي ما شاء الله عندي، لا عندي، انا كنت جايبة عايزاها ومش عايزاها كنت جايباها.
يعني حتى انا ماليش استعمال في الكبريت والله العظيم كنت بجيب بالدستة. عارفين العلب بتاع اللي هي الصوانطة الباكت على طول الكبير ده، كنت بجيبه. يعني ما كانش بيبقى له استعمال قوي. غير مثلا لما اجي اخبز، اولع بيه الفرن اللي هو بتاع الخبيز ولا حاجه وخلاص. غير كده لا. مع ذلك برضو لقيته لا نفعني دلوقتي. الاشعال بتاع الفرن بتاعي بايظ، والولاعه الغاز متجمد فيها، فبضطر اولع بالكبريت. احتاجته. فانت اي حاجه دلوقتي، اي حاجه فايضه معاكي، 5 جنيه، 10 جنيه، 2 جنيه. يعني كيس المكرونه ب9 جنيه ونص، كيس واحد 9 جنيه ونص دلوقتي. عشان تعرفي بس ان ال10 جنيه خلاص ما عادش لها اي لازمه. هاتي بيها طلب ولا غرض حطيه في مطبخك احسن منها 100 مره. يعني ما تقوليش لا ده انا ال10 جنيه هحوش، ما هي انت اصلا تحوشيها ملهاش لازمه دلوقتي. الكلام ده كان من 2 3 كده، كنا نقوله لا نعينها 10 على 10 على 10 على 10، بصي تلاقي عملتي 100 جنيه في ثانية. لا دلوقتي انت حتى لو حوشتها هي ملهاش لازمة. فتجيبي شوية طلبات في البيت احلى 100 مرة، تنفعك في الغلا ده. تيجي تعملي اكل، يحصل ظرف عندك، يحصل اي حاجة، تبص تلاقي نفسك معاكي الحمد لله، وبيتك مليان بالخير دايما يا رب. خدتكم في دوكا بقى وكلام، بقالي كتير قوي ما اتكلمتش معاكم. انا قورت البتنجان بقى، والخضره زي ما انتم شايفين كده بفصلها. يعني بجيب كميه، باخده منها، والباقي بعينه في علبه. بفرش كده منديل مناديل في العلبة، وبعينها دي بعينها بقى. عايزة اقولك يعني بعينها على رف التلاجة بتفضل عندي يجي اسبوعين 3 كده على الرف، لحد تقريبا ما تخلص. او يمكن لو زادت قوي مثلا عن الشهر، بدأت احس ان هي بقى بدأ طعمها يغير كده. بشيلها وبجيب غيرها على طول. بس بصراحة بتوفر عليا كتير جدا، وساعات الخضرة بتبقى غالية وانا بيبقى عندي ده ماليش استعمال ليها ولا حاجة، بتبقى عندي. بغسلها الاول، تتغسل وهي سليمة من غير ما تتقطع. طبعا الخضرة ما تتغسلش وهي متقطعة خالص، وهي سليمة. بنشفها ازاي؟ بحطها كده في كيس، اللي هو اللي عارفين كيس الشربات اللي هو المخرم ده انا جايبه منه 2 للخضار، 1 للخضار، 1 للشربات. بتاع الخضار طبعا انا حاطاه في المطبخ، يعني انشف بيه بقى الخضره، انشف بيه ملوخيه، اي حاجه من الحاجات دي، وبحطه في الغساله بصراحه. بيطلعوا لي ناشف خالص الخضره والملوخيه والحاجات دي، بطلعها ناشفه قوي، مفيش فيها ميه خالص. فبيبقى خزينها اسهل بقى. يعني لان انت لو انا خزنتها وهي فيها ميه هتبوظ مني على طول، لان بيبقى فيها ميه وهي اصلا بتخرج بخار ميه، فبتبوظ مني على طول. فبضطر ان انا احطها في الغسالة عشان تطلعها ناشفه خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا عندي شغل كتير جدا في اليوم ده. يعني انا قسمته كده لان كان شغل كتير جدا وانا اهلكت فيه. كان من فترة كده المطبخ بتاعي كان هيقع، الحمد لله يعني لحقته. فكنت مفضية منه الحاجات كلها اللي فوق، اللي هي في الجزء العلوي اللي فوق ده، كوبايات بقى والكاسات والحاجات دي كلها كنت مفضيها. طبعا قعد يجي شهر الحاجات في الطبق. زي ما يعلم ربنا كرمنا وعلقناه بقى كده وظبطناه، فالحاجات طبعا كلها مطربه، وكلها بصوا عليها حاجات كده التراب بقى انتوا عارفين، مع ان انا كنت مغطياها. بس برضه طبعا ما حبيتش ان انا اعينها بقى تبقى بترابها، او مثلا ان انا امسحها. لا، حبيت بقى ان انا اغسلها، لان تراب الشتا انتوا عارفين بيبقى لازق كده وبيبقى ملحوس الدنيا. طبعا كان الوقت خلاص، كنت انا عملت شوية حاجات كده وخرجتهم عشان اغسلهم دلوقتي. فانا قلت بقى كنت بحضر طبعا الغدا، اهم حاجة الغدا. اهم حاجة، كل الشغل التاني ده بيجي بقى جنب الغدا يعني. المهم كده خلاص، كنت حضرت الفراخ عشان احطها في الفرن تستوي. وكمان حطيت الاكل يستوي، وهعمل بقى نعمل شوية ملوخية ناشفة. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنبقى نغسل جنب الاكل كده، بس اهم حاجة الاكل. انا هنا حطيت معلقة سمنة كده وسن التوم، هحمرهم كده شوية. يعني بحبش الملوخية بالذات، ما بحبش التوم يتحمر قوي، يبقى احمر قوي قوي، عشان الملوخية ما تبقاش تقيلة وتعمل حموضة كده جامدة. فانا ما بحبش كده، لا، يا دوبك تصفر كده
او تبدأ في الاصفرار كده، بحط عليها معلقة صغيرة كده كزبرة، وبطشها بطماطمية مبشورة. طبعا دي احلى طريقة والله بجد للملوخية الناشفة. يعني الملوخية الناشفة اعملها بالطريقة دي، هتحس ان هي زي العسل، وبتفضل خضرة زي ما هي، ما بتسودش. يعني اللي بتسود دي عادة اللي هي بتقعد وانت بتنشفيها، اللي هي بتقعد في الشمس كتير. يعني وانت بتنشفيها كده بتسيبيها في الشمس كتير. طبعا انا بنشفها في الظل، وقبل ما افرمها مثلا بسيبها يوم ولا حاجة في الشمس، فما بتلحقش. فباجي اعملها بتفضل خضرة زي ما هي بالظبط، مش بتبقى سودة يعني. انا كده خلاص طشيتها. وكمان هحط قالب مرقة. طبعا واحد يعني، حتى لو انا عامله بمرقه لحمه باي حاجه، بضطر برضو ان انا احط قالب مرقه. طبعا شويه الشوربه اللي فاضلين دول كانوا عندي في الفريزر. اي شوربه طبعا احنا بنقول من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نحافظ عليها، واننا ما نرميش اي حاجه. لو فايض عندك شويه شوربه، عينيهم في كيس في الفريزر. يعني الشوربه دي انا النهارده طبعا مش هعمل المحشي على ميه ولا كده. انا عامله فراخ في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، والمحشي فهسقي المحشي بايه. طلعت كيس الشوربه على طول، سيبته حطيته على النار، فك في ثانيه. يعني بصي لا ضيق الحدود خالص، شويه شوربه ما ينفعش ان انا هعمل اكل على ميه خالص، فنفعوني. يعني شفتي حتى الشوربه نفعتنا اهو. فانت ما تستهتريش لو حتى مج شوربه واحد، عينيه في كيس. والله انا عايزه اقولك اللهم صل على سيدنا محمد. من فتره كده كانت مثلا من شهر كده تقريبا، كانت الطماطم كلها اللي في السوق تحس ان هي بتبوظ في ثانيه. يعني انا عن نفسي كنت كل سوق بجيب طماطم، كميه طماطم كبيره، بس كنتش يعدي نص الاسبوع واحس ان الطماطم بتبوظ. فانا كل ما المح طماطمتين مثلا في الدرج بادئين يعني بادئين كده يتبالوا ولا يجرى لهم حاجه، كنت اروح واخداهم ومنضفاهم كده ومظبطاهم وعيناهم في كيس كل يوم على الحال ده. لاني اول مره خالص طبعا انا باخد على للسلطه او لكده، او مثلا من اللي انا متعيناها في الفريزر اللي انا مخزناها دي لما النور بيبقى قاطع او كده. فما كنتش متابعه قوي الدرج، يعني ان في حاجه هتبوظ منه بسرعه وكده. فبصراحه كان باظ منه كميه كبيره قوي يعني، او الطماطم وصلت لمرحله ان انا خلاص ما ينفعش لا اقطع منها ولا اشيل منها ولا اي حاجه خالص. ف اول مره دي خلاص. بعدها الاسبوع اللي بعده بقى بقيت ابص وكل يوم اتابع كده، فايه كل يوم اشيل طماطمتين 3، مره واحده، مره 4، مره كده. فبصيت على يوم مثلا مش عارفه هو في ايه، الاربع اللي انا بمسح فيه التلاجة وبظبطها عشان بيصبح تاني يوم الخميس بروح السوق بقى. فلقيت نفسي كونت كميه كبيره في الفريزر، طلعتها سويتها ونفعتني. يعني تخيلوا لو انا ما كنتش انتبهت، كانت كمان يعني كميه الطماطم اللي انا رميتها، كان الدرج مليان ما شاء الله، كانت كميه الطماطم دي كلها اترمت. فاحنا ليه كده في الغلا ده طبعا. فانتي خليكي شطوره واموره كده، ووفري ودبري كده عشان ما تخرجيش تسلفي من سلفتك ولا من حماتك ولا بصي ولا اي حد خالص. يبقى كل حاجه عندك حتى لو القليل، المهم ان هو موجود عندك. يعني مش المهم في الكميه، يعني مش شرط الكميه تبقى كبيره، لا القليل حتى لو عندك احمدي ربك عليه، واحمدي ربك ان هو عندك اصلا. فاهماني؟ فاحنا ما نستهترش باي حاجه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، ما نستهترش باي حاجه خالص. انا هنا بقى حطيت كده الاكل اللي ظبطته وهديت عليه خالص. وكمان عملنا الشوربه يعني والدقه بتاعه الملوخيه. وانا قلت بقى اما اجيب شويه الكاسات وشويه الاطباق والحاجات الكوبايات دي اما اغسلها. طبعا انا يعني ما حبيتش ان انا اغسلهم بصراحه، لان تراب الشتاء ده وحش جدا، تحس انه بيلزق وبيبصم كده، وبعدين كل الحاجات كوبايات يعني مش هينفع فيها مسحه خالص. فانا قلت بوقفه بقى اما اجيبهم واغسلهم بالمره. عشان ايه؟ جايبين بكره مفارش جديده عايزه اقول لكم بكره يعني المفارش دي صدمتني بسعرها والله العظيم. كان اخر مره جايباها كانت عامله 200 تقريبا، مش فاكره والله. كنت جايباها كانت عامله 200 او 190 حاجه كده. اللي انا جايباها دي انا عامله 300 وحاجه. ليه؟ ما حدش سالني ليه بقى يلا مش مشكله، احنا قلنا ده هنظبط بقى المطبخ، والمطبخ كمان اتعمل وكده.
فيلا مش خسارة فيه بكرة مفارش يعني. احنا قلنا هنغسل الحاجات وبعدين ايه عشان تبقى نظيفة بالمرة، ونبقى نضفنا المطبخ. انا كنت لسه عاملة من تحت الظرف اللي هي التحتانية، الجزء السفلي اللي تحت دون، فاللي فوق ده مش مشكلة، ممكن نعملهم بقى مع بعض كله مع بعضه كده عشان يبقى بالمرة يبقى خلصنا منه بالمرة. يعني انتوا عارفين ان الشتاء ما التنظيف والحاجات دي يعني لازم دايما تبقى ايدنا فيها. طبعا هنا خلاص بقى ايه حان وقت الغداء، وكنت بيني وبينكم بقى كنت خلاص يعني بطني صوصوت وزقزقت وعصافير الجيران كمان. فهنتغدى، تعالوا اتغدوا معانا. شايفين بقى الملوخية لونها اخضر ازاي، جميلة جدا. ونكمل. بصوا بقى انا غسلت دول كمان في الفاصل كده على ما شربت كوباية الشاي قلت مغسلهم، وبصوا غسلت كله الحمد لله. فانا كده بقى نفسيتي تهدى وترتاح. يعني حتى لو انا كنت عينتهم يعني كنت مسحتهم برضو كانت النفسية هتبقى تعبانة كنتش هبقى مرتاحة، كنت هتنين افرج برضو لحد ما انزلهم تاني واغسلهم يعني. المهم انا غسلتهم كلهم قلت اسيبهم بقى يتصفوا كده للصبح عشان ايه اكفيهم ونفرشهم في المطبخ. طبعا مش هينفع خالص ان انا اعملهم بميتهم كده، اسيبهم ينشفوا براحتهم خالص. بكره بعده على ما ينشفوا من الميه. مش حابه ان انا لسهم او حاجه فيها ميه ان انا امسحها، لا انا حابه ان هم ينشفوا كده طبيعي مع نفسهم. بس على العموم من كتر السقعه والجو التلج اللي احنا فيه ده هينشفوا على طول. قلت بقى بما ان الوقفه واقفه يعني فايه فما اعمل بقى مطرح الغدا وكده علشان يبقى المطبخ بتاعي زي الفل. من اهم الحاجات والله العظيم بجد اللي بتعمل راحه نفسيه ان انت ما تبيتيش المطبخ فيه حاجه. طيب يا نسمة، وانت يعني ساعات ما بتكسليش في الجو التلج ده وانت هتتعملي علينا ولا ايه؟ والله ساعات بكسل وكتير كمان يعني بس انا بنقول لكم الاحساس اللي انا بحسه يعني لما بشطب المطبخ قبل ما انام. بصحى كده الصبح الاقي البوتاجاز نظيف، الحوض نظيف ما فيهوش حاجه، والرخامه نظيفه زي الفل. لا لا لا، احساس مختلف خالص عن ما بصحى بقى عارفه ان انا ورايا هم اصلا لسه عايزه اعمله الاول قبل ما افتح عينيا. فوالله احساس حلو. بس احنا يعني ساعات بنكسل في الوقت اللي احنا فيه ده، كلنا مضغوطين، ولادنا عندهم امتحانات، ربنا يعني يوفقهم كلهم يا رب وما يضيعش تعب حد ابدا. وبتبقي بين شغل البيت وعايزه تعملي اكل عايزه تعملي حاجات كتير وراكي 100 حاجه، فالواحد ممكن يجي بقى ساعة بالليل كده لا خلاص يعني انا هنكت كويس قوي ان انا عملت لكم عشاء اصلا، فاحمدوا ربكم يعني. الباقي ده بقى ممكن هعمله الصبح. فوالله بتفرق، بس بيبقى غصب عننا لان احنا اصلا جبل والله العظيم. والواحد في الشتاء اصلا ده يعني مش عارفة تحسي ان انتي واقفة طول النهار في المطبخ، يعني بين عمايل اكل وبين تسخين اكل وبين الحوض المواعين، يا بتغسلي مواعين، يعني هو ده محور حياتنا طول الشتاء.